السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أطيب تحية للأخوة المتابعين. اليوم أنا أرحب بالأستاذ نبيل اللي زارني سابقا حتى يأخذ علاج للحصو بالكليتين عنده. نعم. وأتمنى أنه الأستاذ نبيل يحكي شلون أخذ العلاج من عندي والنتائج اللي حصل عليها إن شاء الله. إن شاء الله. بعد التحية والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قبل لا ألتقي الأستاذ عبد الناصر ذهبت إلى الدكتور وتأكدت أكو حصوتين عندي. بعد المعاناة تأكدت حيل، يعني أذني ورحت وقال لي عملية وحشد كل أي طبيب؟ دكتور دكتور يعرب اللي جمع مالته بالغزالية. فبعد التحاليل وبعد الدوبلر تأكدت حصوتين على الكليات، واحدة حجمها 8 والثانية 6. فأكد لي، قال لي باكر إذا ما صار تفاعل وياه أو تفتتت لازم عملية. فما استجاب العلاج، رأسا اتجهت للأستاذ عبد الناصر. والله خلال 24 ساعة من بعد التأكيد، يعني أخذت من عندي خلطة أعشاب. خلطة أعشاب، نعم. خلال 40 ساعة انتهت الوجع وانتهت، ما حسيت بكل شيء. بعدها رحت أخذت دوبلر. سألني الدكتور يقول لي شنو اللي أخذته؟ قلت له والله بس رحت الأستاذ عبد الناصر اللي وصل، يعني ثاني يوم رحت أخذ الدوبلر. نعم. من بعد ما انتهى الموضوع رحت أكدت ماكو بالدوبلر، ما طلع عندي أي شيء. الطبيب استغرب، تعجب، تفاجأ بصراحة. يعني اللي بهالسرعة قلت له والله أنا متفاجئ، ورجيت أنا إلى الدكتور حتى أتأكد من الحالة. احتمال يجوز بس مسكن أو بس شافه بالدوبلر، ماكو، لا عندي حصوة باقية ولا أثر إلها، والفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الناصر. طبعا أنا الإعلان اللي كاتب على المحل مالي أنه تفتيت الحصو يتم خلال 4 ساعات وينتهي نعم. بعد مرور 12 ساعة. نعم. فالفضل الله حضرتك يعني. نعم. ثاني يوم من رحت فحصت، سويت دوبلر. نعم. وتبين أنه زالت الحصوات. نعم. الفضل لله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك أستاذ، جزاك الله خير. الصحة والسلامة إن شاء الله. الله يسلمك.